حبايبي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. بداية جديدة معاكم في اليوتيوب. ايوا قولوا لي مرحبا البنات، مرحبا بيا معاكم ومرحبا بكم معايا. المهم البنات الجداد اللي عاد التحقوا بالقناة وشافوها كنقول لكم مرحبا بكم. معاكم حليمة ام جوج وليدات يونس ويحيى. السن 41 سنة، ناقص 11 البنات. وغادي نقول لكم علاش ناقص 11. غير تبعوا معايا الفيديو. الفيديو راه زوين البنات وكله طاقة إيجابية، وانا مأكدة البنات اللي تفرجات في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تبدل حياتها وغتبدل المسيرة اللي غادية بها في حياتها ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو ما غاديش يكون يعني يضيع لك وقتك، غادي تستافدي منه. غير تبعي معايا. مرحبا والف مرحبا. المهم البنات، من بعد هذاك الفيديو اللي كنت قلت لكم غادي نوقف اليوتيوب، لقيت بزاف ديال البنات اللي شجعوني باش نعاود نكمل، باش نزيد نعطي على هاد القناة اللي خدمت عليها البنات مدة 3 سنين دابا، وانا خدامة على هاد القناة. صراحة لقيت يعني اليوتيوب ماشي ساهل باش دغيا توصلي او لا دغيا تطلعي هذه القناة. يعني المسيرة ديالو شوية صعيبة، خصوصا بحال هاد المحتوى اللي كيكون شوية يعني داخل سوق راسو. يعني محتوى اللي كيكون راكم عارفين المحتوى اللي كيكون خايب هو اللي دغيا كيطلع، اما هاد المحتوى كيكون شوية صعيب. ولكن غنبقاو نتقاتلو حتى واحد النهار حتى حنا نوصلو وحتى حنا يعني يكون من وراء هاد التمرة ديال التصوير وديال المونتاج وديال الصهير يكون فيها واحد النتيجة. المهم البنات ما نطولش عليكم. كما قلت لكم أنا يعني السن ديالي 41 سنة، وأم لجوج وليدات، وما أنا مزوجة ما أنا مطلقة كما كيقولوا. المهم ما علينا، الحمد لله والشكر لله اللي قدرها علينا الله احنا كنعيشوها. بالنسبة نرجع معاكم للسن البنات. بالنسبة للسن يقدر أي واحد كتقول ليه 40 عام أولا 41 عام كيتخلع. تيقول لك تيقول لك صافي، يعني الإنسان ملي تيكبر تيوصل 40 عام راه كبر، مابقى عنده ما يعطي. بالنسبة ليا أنا يعني البنات ما كنديرش أن 40 عام أولا السن هي عامل الحياة. أنا الحياة باغا نعطيها كتار من هاد الشي اللي عشتو. ما توقفش ليا على 40 عام ولا ما توقفش ليا على 46 ولا 45. المهم توقف على الصحة ديالي. يعني ما حد الصحة ديالك يعني مزيانة راه مازال تعطي ومازال تكون مزيان. إمتى كتوقف الصحة أولا السن كيحكم عليك؟ هي ملي كتوقف ليك الصحة ديالك. والصحة البنات راه نصيحة من عندي، يعني بغيتكم تقبلوها مني. الصحة هي أهم حاجة، وخصوصا إلا تهليتي في صحتك وعطيتها واحد القيمة ودرتيها في المرتبة الأولى. وأهم حاجة أنك تعزّي راسك. يعني إلا بغيتي صحتك عزّي راسك، اعطي قيمة لراسك وفرحي براسك. خلّي هاديك الصحة هي الهدف ديالك. يعني كيكونوا عندنا أهداف كتيرة في الحياة، بغينا نديرو هادي، بغينا نديرو هادي، وبغينا نديرو هادي، ولكن راه إلا هملتي صحتك أولا عطيتيها طاقة سلبية أولا كنتِ كتعصبي أولا كنتِ كتوصلي لشي مراحل اللي هما خايبين، كوني على يقين أن هاديك الصحة راه دغيا غادي يجيوك أمراض دغيا غادي يعني هاديك 40 عام هادي اللي كنقول لكم أنا، يعني تحسي براسك وصلتِ للشيخوخة. يعني ما بقى عندك ما تعطي. أما إلا عطيتيها قيمة كيما قلت لكم وتهليتي في راسك شوية وحسيتي أن هذيك الصحة راها مهمة ليك، فثقي بيا راه 40 عام ما كتسوى حتى شي حاجة. وبالنسبة ليا أنا كيما قلت لكم 40 عام ناقص 11 عام، يعني هاد 11 عام أنا حسبتها السنين اللي دازوا عندي خايبين يعني في حياتي وما كانوش عاجبيني وما راضياش عليهم ودازوا فيهم شي مواقف خايبين. قررت أنني نحيدهم من هاد 41 عام. يعني بقيت كنقص البنات حتى خليت 30 عام.
و30 عام أنا فخورة بها البنات، وكنحس بأنني باقا شابة وباقا يعني عندي ما نعطي. الحمد لله والشكر لله، ما دام أنني باغا راسي وعازة راسي، ف كتحسي بالشباب باقي في القلب ديالك. أما ملي توهّمي راسِك أنِّك 41 عام وأنِّك شرفتِ وأنِّك ما بقاش عندِك واحد الدور وهذا، ثقي بيا والله العظيم ما كيبقى عندك حتى هدف في الحياة، والحياة ما كيبقى عندها لا حلاوة لا طعم لا حتى شي حاجة، كتولي غير كتعدّي الأيام كما كيقولوا. أما لا عطيتِ واحد القيمة هداك السن وهاديك الصحة ديالك، والله العظيم لا كيولي النهار عندك تيدوز عنده قيمة وعنده حلاوة، وكديري فيه شي حوايج وأنتِ عاجبك راسك. وباش ما يبقاش البنات السن هو اللي تيحكم عليك، غادي نقول لكم تهلاي في راسك وبغي راسك، يعني ماشي ديري شي حوايج اللي فوق من الطاقة ديالك. بالنسبة ليا أنا راه ماشي من داك النوع اللي كتلقايني عند الكوافورة يوميًا، كتلقايني في الصالونات، كتلقايني من الناس اللي تيشريو المكياج بزاف من الناس. يعني شي حاجة اللي كنقول لكم راه أبسط ما يكون، راه ماشي بالضرورة تهلاي في راسك هي خاصك ديري هاد الحوايج وتلبسي الماركات وهذا. يعني بالقليل كنعيشوا الحمد لله، ولكن كما قلت لك كتهلاي في صحتك آآ بالطريقة اللي غادي تليق ليك. وبالنسبة ليا أنا البنات، باش كنتهلا يعني في صحتي، هي أنني كنبعد عليا العصب. شي حاجة اللي تعصبني ما تنبغيهاش البنات، لأنني كنت كنتعصب بزاف وفكرت أن هذاك العصب غيوصلني لشي مراحل خايبين. هذاك الشيء علاش قلت البنات بناقص من هاد العصب، ووليت كنخلي ان شي حاجه اللي تعصبني ما كايناش نهائيا، وكنبغي نفرح راسي براسي. يعني ما كنتسناش شي حد اللي يجي يفرحني او لا يجي يعطيني الفرح ويعطيني النشاط. انا براسي غادي نفرح راسي ونخلي راسي فرحانه حتى ان شاء الله نحافظ على صحيحتي. هذه هي النصيحة البنات اللي غادي ننصحكم انايا. علاش البنات قررت ندير لكم هاد الفيديو باش ننصحكم على صحيحتكم، حيت مؤخرا بزاف ديال الاطباء وبزاف ديال الناس اللي في هاد التخصص ديال يعني الامراض، لقاو ان العصب هو السبب اللي كبير في هاد الامراض اللي ولات مؤخرا كثيره، من بينها السرطان. يعني حنا السرطان ما كناش كنسحبوا ان حتى العصب راه كيكون سبب السرطان. يعني ولا السرطان عنده سبب ديال العصب، منه الاكتئاب، منه بزاف البنات ديال الأمراض اللي اكتشفوا أن العصب هو السبب ديالو. إيوا أختي هادشي علاش قلت ننصحكم. الحمد لله لقيت فيه راحتي، وقلت يعني الحاجة ملي تتعودي مجرباها يعني كتكون عندها فائدة. المهم البنات كما كيقولوا خوتنا المصريين، حطي دماغك في التلاجة، يعني انتي صمون بوكمون ما كتسمعي ما كتفهمي، باش اختي تحافظي لي على صحيحتك. ايوا كنتمنى ان شاء الله تنفعكم هذه النصيحة في هذا الفيديو. ايوا اختي ندوزو دابا ان شاء الله باش غادي نخرجكم معايا، غادي نمشي عند الطبيب ديال العينين. المهم غادي ندوز على عويناتي، وليت يعني ما تنشوفش مزيان خصوصا القرب، هلكني البنات التليفون. وان شاء الله غادي نمشي اليوم باش نشوف عويناتي كيفاش دايرين عند الطبيب. ايوا يلا معايا ونشوفوا تتمة الفيديو ان شاء الله. وهنا جيت البنات، المهم هاني وصلت عند الطبيب. صافي إن شاء الله غادي نطلع باش نتسنى يعني توصلني النوبة ديالي. المهم جيت الصباح يعني تقيّت، خديت النمرة شحال عندي، قالوا لي الساعة فاش غادي نرجع. إيوا ورجعت لداري. المهم يعني 9 الصباح رجعت لداري، يعني فطرت وقاديت لوليداتي الغدا كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. تغدينا عاد وصلت يعني قالوا لي الجوج، جوج ونص ديك الساعة جي. المهم انايا الجوج خرجت من الدار باش ان شاء الله نوصل في الوقيته. ساعة يا الحباب لقيت راسي باقي مازال خاصني نتسنى. ولكن البنات هاد الطبيب ما غاديش ننصحكم به، لانني انا يعني اول مره كندوز عنده، ما عجبتنيش الطريقه باش كيدوز،
والصراحة دار ليّا واحد الخطأ خايب، خايب بزاف، يعني ضيّعني في نضاضر، خرّج ليّا نضاضر اللي هُما ديال القُرب، يعني أنا عندي مشكلة غير ديال القُرب، ولكن أنا رانا قلت ليه دكتور رانا عندي يعني كنخدم بالتليفون، يعني النهار كامل وأنا شادة التليفون ونقدر حتى الليل، بغيت نضاضر اللي يكونوا يعني نخدم بيهم النهار كامل. مشى دار ليا غير نضاضر ديال القُرب، أنا مشيت صايبتهم، إيوا ملي بغيت نخدم بيهم لقيت راسي خصني نخدم يعني بنضاضر ديال القَرب، راكم عارفينهم كيفاش دايرين، كتخدمي بهم واحد ساعة والّا نُص ساعة وتحيديهم، ما يمكنش تكوني تخدمي بهم النهار كامل، يعني ماشي عمليين وماشي ديال الحالة ديالي. اضطريت أنني نرجع عندو نعاود تاني نقول ليه راني كنخدم بالتليفون وبغيت نضاضر اللي يكونوا دائمين وهذا، إيوا عاود تاني عليَّ عبر ليا تاني العينين ديالي وعبر ليا البُعد، عبر ليا القرب، عاد عطاني نضاضر أخرين وقال لي أنا ما نتحملش مسؤولية نضاضر، يعني سيري احتفظي بهادوك اللي صايبتي وصايبي نضاضر أخرين. صراحة ضيّعني يعني في التمن ديال النضاضر، وليت يعني دايرة نضاضر مضوبلين، ولكن ما عندي ما ندير كتّبوا عليَّ الله، نتمنى إن شاء الله غير هاد النضاضر ينفعوني يعني في الخدمة ديال اليوتيوب، والله البنات اش غنقول لكم راه ما كنحملش أنا نضاضر، شي حاجة يعني اللي تبقى النهار كامل وأنا دايرة نضاضر ما كنحملهاش، يعني كيجوني تقال وتيثقلوا عليَّ. وراني دابا حاولت أنني نختار أصغر نضاضر ويكونوا خفاف باش أختي ما يثقلوش عليا وباش ما زعما دغيا نولفهم. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم البنات إلا بقيتوا معايا حتى لهنا الله يحفظكم ليا ما تنسونيش من دعوات ديال الخير يا بنات الخير. راه كيفرحوني بزاف ملي تنقرا دوك التعاليق ديالكم، الحمد لله هاد اليوتيوب كسبنا منه ناس اللي بحال وجاهكم يعني فرحونا و كيتعاملوا معانا زوين، الحمد لله والشكر لله هذا هو الفضل من اليوتيوب، يالّا خليتكم على خير البنات.